السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية لسحور رمضان. هنعمل الطعمية في الخلاط بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. تعالوا نشوف هنحتاج ايه وهنعملها ازاي مع بعض. معانا ربع كيلو من الفول المدشوش يكون مبلول في المية قبلها بيوم كامل، وبصلاية صغيرة، وفصين من الثوم، وعود كزبرة خضراء او عود بقدونس او عود من الكرات او بصل الاخضر. لو حطينا بصل اخضر ساعتها بنشيل البصلايه اللي احنا حاطينها دي، ونص كوبايه من الميه. اول حاجه بحطها في الخلاط نص كوبايه الميه، وبنزل بكميه معقوله من الطعميه اللي هي الفول والخضار والثوم والبصل. اخلي بالي ما كترش خضار كتير في قلب الطعميه، عشان خاطر الخضار الكتير يبقى فيه ميه، والميه الكتيره في قلب الطعميه هتخلي الطعميه تفك معانا، والخضار الكتير برضو في قلب الطعميه بيخلي قلب الطعميه من جوه غامق. تمام. وبروح ضربها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده اهوت. وبعد كده بحضر جنب مني مصفى ناعمه من بتاعه الليمون، واصفي كل الميه اللي في قلب الطعميه، عشان لو ما صفتش الطعميه من الميه الطعميه دي هتفك مني وهتتهري وهتتبهدل مني خالص. اهم حاجه لما اصفي الطعميه من الميه مرميش الميه، لان الميه دي هحطها في الخلاط تاني وارجع اعمل باقي كميه الطعميه. وبخلص كل الكميه بنفس الشكل زي ما انتم شايفين كده. برجع ارد الميه بتاع الطعميه اللي انا صفيتها من الطعميه في قلب الخلاط، واحط باقي الكميه بتاع الطعميه وارجع اضربها تاني في الخلاط زي ما انتم شايفين كده اهوت، عشان خاطر ايه؟ ما يكونش فيها اي نسبه ميه خالص. وبعد ما اخلص كل الكميه خالص بكون خلاص صفيتها من قلب الميه بتاعتها، بروح راميه الميه مش عايزاها خالص. تمام. دي الطعميه بتاعتي. بحط عليها معلقه من الملح، معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه من الكمون، واروح جايبه مضرب او ايدي او شوكه واضربها كويس 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 كده زي ما انتم شايفين بالمضرب، عشان خاطر تبقى هشه وجميله معايا. هنقليها بقى مع بعض. جبت شويه كده في طبق، وباخد شعرايه بسيطه خالص على طرف المعلقه، شعرايه بسيطه خالص من الكربوناتو. لو كترت كربوناتو في قلب العجينه الطعميه دي هتفك مني في قلب الزيت. ممكن نحط بدل الكربوناتو ممكن نحط بضايه. مش حابين خلاص بسخن الزيت بتاعي على درجة حرارة متوسطة. أهم حاجة تدخل زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة. ببل إيدي في قلب المية عشان خاطر الطعمية متلزقش فيها، واخد حتة من عجينة الطعمية وبططها كده بإيدي زي ما انتم شايفين. وبعد كده بحط إيدي في قلب السمسم وابصم على الطعمية واحطها كده، وما اقلبهاش ولا اجي جنبها خالص غير لما تاخد لون من تحت عشان خاطر ما تتهريش مني. وبعد ما تاخد لون من تحت زي ما انتم شايفين كده من الجنب التاني بقلبها زي ما انتم شايفين. وباجي قبل ما اطلعها بعشر ثواني كده ولا حاجه، بروح معليه النار على الزيت على اعلى درجه حراره عشان خاطر تصفي كل الزيت اللي شربته منها، وبطلعها على مصفى عشان خاطر اصفيها من الزيت كويس جدا جدا. ويكون جنب مني طبق فيه مناديل عشان خاطر تشرب من زيت الزياده بتاعها زي ما انتم شايفين. جميله جدا. هفتح لكم بقى واحده وسهله فوق ما تتخيلوا، مش محتاجين كبه ولا حاجه. الخلاط المصري اللي موجود في كل بيت، وجربوها. يلا سلام عليكم، باي باي.